ألف ألف مبروك جمهور ريال مدريد الفوز بخماسية على نادي سيلتا فيغو والتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك الأسباني. والله لا يعطي كارلو أنشيلوتي ولوكاس فاسكيز على الهباطة اللي عيشونا بيها ليلة البارحة. للثنتين بالليل خلونا قاعدين. استنعوه أخطاء كارلو أنشيلوتي وأخطاء لوكاس فاسكيز اللي ما تغتفر ونطب الأهداف اللي سجلوها نادي ريال مدريد. الهدف الأول اجى باجتهاد فردي من اللاعب مبابي، دخل وتوغل وسدد تسديده صاروخيه، الحارس ما قدر يصدها اصلا. اما الهدف الثاني فجاء بتمريره ساحره من اللاعب مبابي لابراهيم دياز، وابراهيم دياز ترجمها باسيست خرافي للاعب فينيسيوس جونيور، وفينيسيوس حطها على يسار الحارس دخلت المرمى. اما الهدف الثالث فجاء باسيست خرافي من اللاعب اردا جولر للاعب اندريك استلم الكره واختار وسدد على المرمى تسديده خرافيه، دخلت الكره الشبكه. من بعد الهدف الثالث الريال بدا يتفنن بتسجيل الاهداف. اجى الهدف الرابع باقدام اللاعب فيدريكو فالفيردي كعادته، تسديده صاروخيه اشبه بالمدفعيه كما يلقب فيدريكو، تسديده صاروخيه دخلت المرمى من خارج منطقه الجزاء على بعد تقريبا 25 متر، تخيل. اما الهدف الخامس فجاء بطريقه غريبه باقدام اللاعب اندريك على طريقه الكعب، رجعنا سنه 2015 مثل هدف اللاعب كريستيانو رونالدو بالكعب، وانتهت المباراه 5-2 لصالح ريال مدريد. ويعني حتى فوز الريال يذكرنا هيج وجاعنا يا اخي، هيج جراحنا يذكرنا مباراه ريال مدريد وبرشلونه الاخيره. شايف هيجي؟ واخيرا الف الف مبروك جمهور ريال مدريد.